بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أحبتي في الله. جبت لكم اليوم وصفة باغيت محشي أو خبز محشي بعجينة خفيفة وحشو اقتصادي. نبداو على بركة الله. أول حاجة لهنا درت بياض بيضة والصفار خليته على جهة نسحقه من بعد. زدت لهنا كاس حليب يكون دافي شوية. زدت ملعقة صغيرة أو نصف ملعقة صغيرة ملح، وزدت ملعقة سكر كبيرة، زدت ملعقة خميرة يكونوا مش معمرين بزاف ممسوحين برك. زدت لهنا ربع كأس زيت. نخلط لهنا الخليط جيدا مع بعض، ونبدا لهنا نزيد في الفرينة حتى نتحصل على عجينة تكون طرية متجانسة. هنايا نعجنها قليل حتى تولي ملسة هكا، ومن بعد نحط قليل من الفرينة في الصحن ونغطيها ونخليها ترتاح مدة نصف ساعة. نرجع لهنا الحشو. لهنا عندي قليل من صدر الدجاج، درت له قليل من الملح، وزدت له قليل من الفلفل الأحمر الحار، وزدت لهنا شوية زيت خليته يتقلى، وزدت له قليل من البصلة مقطعة رقيق، وزدت له لهنا شوية من الثوم تاني تقريبا 2 فصوص ولا المهم حسب الكمية اللي درتوها. هنا خلطت الخليط مليح مع بعض، نقصت له النار خليته يطبع بعقله، وزدت له لهنا شويه فلفل اسود، وزيد شويه كركم، شويه توابل ثاني تاع الدجاج، فلفل احمر ثاني حلو، ودرت له مع الاخر شويه كمون. زيدو في البنه بصح متكثرش الكمون، وخليتهم يتقلاو. نقصلهم النار خليتهم يتقلاو، ومن بعد زدت لهم شويه معدنوس وقليل من الزيتون الاخضر مقصوص ثاني، خليتهم يتقلاو شويه معاها، ومن بعد نحيتهم. وهنا درت له قليل من الفرماج الجبن خلطته معاه، ومن بعد حطيت الخليط تاعي يبرد على جهه. لهنا نرجعو للعجينه بعد ما تنفخت، درت رشه تاع فرينه وقسمتها، ومن بعد درتها على شكل كويرات. جاوني تقريبا 9 هكاك كويرات، حطيتهم على جهه، درتهم شويه صغار يعني ماشي صغار بزاف ماليهمش، ومن بعد نجبد بالوحده ونطرح. ومن بعد نجيب الموس وندير خطوط هذوك ما نديرهمش مع الاخر خلاص، جست سما كما قاعدين تشوفوا سما في الوسط برك يجيو، ونحط الحشو تاعي على جهه ونلوي كما قاعدين تشوفوا. هنايا هاني زعوت لكم خبزه واحده اخرى هاكم قاعدين تشوفوا. درتو بالجلاره، ما نديروش في الوسط قد نديرو على جهه برك بصح ماشي ما تفسحوهاش خلاص. هاي كما قاعدين تشوفوا يعني كلشي واضح. بعد كنلويهم يجيو مفتوحين هكا، شوفوا كيفاه يجيو. لهنا هذاك صفار البيض زدت له قليل من الحليب، ودهنت الخبيزات تاعي، من بعد رشيت عليها قليل من السينوج والجنجلانيه خلطتهم مع بعضهم ورشيتهم من فوق. ومن بعد لهنا حطيته يطيب، والنتيجه راكم قاعدين تشوفوا فيها. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني في القناه وديروا لي شير ليصلكم كل جديد، وشكرا.